التقيت باطباء كثير في كندا بالضبط، يعني لازم يكون ارتست الان. كان في شيء ثاني جالسه ابحث عليه اللي هو بدون الم. منين؟ انا من اليمن. من اليمن. بصراحه عايشة فين؟ بس الان عايشه في كندا. فين في كندا؟ التقيت باطباء كثير في كندا وعملت ريسيرش جامد وقدمت تقنيات العامل بالتقنيات الحديثه لعمليه تجميل الانف مش موجوده في كندا. انها مدينه واحده اسمها مونتريال وما في عندهم خبره بالانف العربي للاسف. هي دي النقطة. يعني انا بحب التجميل الناتشرال اللي يكون طبيعي، فالتقيت باطباء بس للاسف بيرجع كله بالضبط، يعني لازم يكون ارتست الان ويكون استشاري في طب تجميل الانف له مكانه في الطب. صحيح. وكان في شيء ثاني جالسه ابحث عليه اللي هو بدون الم. ان شاء الله يكون فيه. مستعدة؟ مستعد ان شاء الله. توكلنا على الله. صديقتنا اليمنية المقيمة في كندا عندها مشكلتين رئيسيين زي ما حكت لنا. المشكلة الأولى أكيد في التنفس بسبب اعوجاج الحاجز الأنفي، المشكلة الثانية هي عدم تناسق ملامح الأنف مع ملامح الوجه، عشان كده الحل المثالي اللي هيكون بالنسبة لنا دلوقتي هو تجميل الأنف الوظيفي باستعمال تقنية البيزو أو الموجات الفوق صوتية إن شاء الله. تعالوا نشوف المشاكل اللي في شكل الأنف. باين جدا ان الانف طويله اكتر من اللازم. طول الانف من المفترض انه يكون تلت طول الوجه. المسافه بين الشفه العلويه وارنبه الانف صغيره زي ما احنا شايفين. البروز اللي في ظهر الانف، عرض عظام الانف من اعلى، كبر او طول فتحات الانف وعوجاج الحاجز الانفي. يا ترى وصلنا لايه؟ اللي وصلنا له بالظبط زي ما احنا شايفين، انف عربيه انثويه جميله تتمتع بارنبه مرفوعه بتعكس نقطه النور الساقط عليها. كمان ظهر الانف اصبح مقعر قليلا للداخل زي ما احنا شايفين، عكس قبل العمليه لما كان محدب للخارج. عظام الانف من اعلى تم نحتها. اقل نسبه تورم ممكنه 60 دقيقه باستعمال جهاز البيزو كانت كفيله ان احنا نحول الانف الطويله الى انف قصيره، وظهر الانف من ظهر انف محدب الى ظهر الانف المقعر الجميل زي ما احنا شايفين. كمان تم اصلاح اعوجاج الحاجز الانفي من الداخل بالمنظار، وصديقتنا هترجع الى كندا ان شاء الله تستمتع بتنفس افضل وضحكه اجمل باذن الله.